نهنئ إمامنا صاحب العصر والزمان في هذه الليلة، ليلة 15 من شعبان، بالولادة الميمونة، ونهنئ مراجعنا العظام وجميع الموالين والمحبين بهذه الولادة المباركة. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم حابين بهاي المناسبة نقدم لكم حلا لعشاق الحلا والحلاوة. هي الحلا العمانية من غير طحين ولا نشا ولا حليب باودر، بمقادير قليلة، ونتيجتها جدا مضمونة وروعة، تحتفظون بها إن شاء الله. سجلوها عندكم الشهر رمضان المبارك إن شاء الله. أول ما بدينا حطينا طاوة أو قدر حسب اللي تستخدموه، ملعقة كبيرة سكر. راح نبدأ نكرمل السكر، بس حاسبوا إنه لا تحرقوه، يصير ريحته مو طيبة. بمجرد إنه يتكرمل ملعقة السكر ويانا تصبح بهذا اللون، راح ننزل مباشرة عليها. نزلوا هنا حركة النار حتى لا يحترق. راح ننزل عليها مباشرة علبة كاملة من الحليب المكثف، كاملة من الحليب المحلى أو الحليب المكثف اللي تشوفوه عندكم بالصورة. نزلناها على ملعقة السكر. نبدأ نحرك. راح ننزل باقي المقادير اللي قلنا هي مقاديرها جدا قليلة وبسيطة. هنا لا تخافون إذا صار تكتل، بالتالي كله راح يذوب ويحل عندكم بالتدريج. راح ننزل عليه علبة كاملة من القشطة، علبة كاملة من القشطة. أكو علبة صغيرة وأكو علبة كبيرة، هذا حبايب العلبة الكبيرة، علبة كاملة. وراح ننزل أيضا عليها مقدار 100 غرام من الزبد، يعني أكو قالب كبير هذا 200 غرام نصه، وأكو قالب أبو 100 ننزل قالب من الزبد. هذه هي كل المقادير. هنا حركة النار عالية، راح نبدي التحريك مستمر أبد، لا تتركون التحريك حتى تذوب عندنا كل المواد. تشوفون بدأ أيضا يتغير لونها، فعل السكر اللي تكرمل. تحريك مستمر حتى يذوب الزبد والقشطة تتلابس ويا السكر، والسكر نذوب التكتلات كلها إذا صارت بيه مثل ما تلاحظون. هنا النار عالية باقية. من بعد ما هنا بدأ يفور، حاولوا إذا ما تسيطرون عليه خلوا النار وسط، والتحريك أيضا لا تتركوه أبد. عندي هنا إضافة بسيطة بعدين من بدأ يفور وراح يبدأ قوامه يثخن. هنا عندي قليل من الزعفران والهيل، أو إذا حابين مي ورد براحتكم. هنا لأن ما عندنا لا نشا ولا حليب ولا، فراح نبقى نحرك به حتى ما يثقل قوامه وتتبخر كل السوائل اللي موجودة بالحليب المكثف والقشطة. راح يبدأ يتماسك ويثخن. هنا حاول النار تسووها على الوسط، ما ياخذ من عندكم وقت هواي، راح يثقل قوامه. هنا شوفوا حبايب بدأ يثقل قوامه، يثخن، تبخرت السوائل. وحاولوا اللي قدر الإمكان إنه تحركوه بملعقة خشب أو سباتولا حتى لا يتكتل عندكم السكر. بدأ يثقل قوامها. أنا هديت النار على الوسط، ظليت أحرك به. هنا ثخن القوام، لا تثخنوها كلش لأن هي كل ما تبرد تثخن. هنا هسه راح أطفي عليها، وشوفوا لونها ايش قد صار، لون حلو ذهبي. ومن بعدها صبيتها وخلصت. هذه حلاوتنا العمانية، طيبة المذاق وسهلة، وإن شاء الله تعجبكم. وهنا أي شي حابين تزينوها بيه، فستق حلبي ما متوفر عندي، حاولت بشرائح لوز، زينتها تزيين بسيط، وكانت جزء من السفرة المعدة لهذه الليلة
بالولادة الميمونة، إن شاء الله يتقبل أعمالكم ويعودها عليكم وعلينا بخير وسلامة. هذا قوامها وهي بعدها دافية هنا حبايب، وإن شاء الله يتقبل منكم أعمال هذه الليلة. لا تنسونا من صالح